بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ذا ديفندر من اي ميديا سبورتس. بتشرف دايما متابعتكم وبتشرف تعليقاتكم، وان شاء الله دايما نكون عند حسن الظن. خلال يومين مباراه مصيريه في تاريخ النادي الاهلي على ملعبه وسط جماهيره امام نادي الترجي التونسي. المباراه الاولى انتهت 0-0. خلينا نتكلم النادي الاهلي خرج بنتيجه ايجابيه. فاضل مباراه يوم السبت ان شاء الله باذن الله اللي ليها دور كبير جدا في تاريخ النادي الاهلي، هو الجمهور. بتمنى الجمهور يعني يقعد من اول دقيقه لاخر دقيقه في المباراه بيشجع لعيبه النادي الاهلي. طبعا مستر كولر طبعا هيبقى ليه دور كبير جدا ايا كان يا جماعه مين هيبدا مين هيلعب، واعتقد ان التشكيله ممكن يحصل بعض التغيرات على حسب وجهه نظره، على حسب حاله اللعيبه، وعلى حسب فكر مستر كولر، لان المباراه هتبقى مضغوطه. المباراه مش سهله يا جماعه، المباراه امام نادي الترجي مش سهله، مباراه صعبه جدا. النادي الاهلي اكيد عنده الخبرات، عنده الامكانيات، عنده لعيبه على اعلى مستوى، سواء مصطفى شوبير، عبد المنعم، رامي ربيعه اللي ظهر بمستوى رائع بصراحه المباراه اللي فاتت امام الترجي، وكان ليه دور كبير جدا. وطبعا الحاجه اللي احزنتنا كلنا وهي اصابه علي معلول، يعني برضو من كثره المباريات ومشاركته في التدريب ومنتخب والنادي الاهلي والبطولات المحليه والافريقيه. طبيعي ان اكيد استهلك، وانا قلت الموضوع ده اكتر من كذا مره، فاتمنى له الشفاء طبعا لان اصابه صعبه. بس بصراحه احترمت النادي الاهلي ودايما بحترم النادي الاهلي، يعني الواحد شرف ليه ان هو في يوم من الايام كان متربي وعنده 8 سنين. يعني النادي الاهلي عمره ما بيتخلى عن حد، النادي الاهلي عمره ما بيتخلى عن حد، خصوصا كمان اللي اخلص للمكان واخلص للنادي واخلص في بطولاته واخلص في الملعب. دايما النادي الاهلي تلاقي تكريم، حتى طلع مجلس الاداره تجديد علي معلول لمده موسمين، ودي حاجه بصراحه يعني الواحد يفتخر بيها ان انت بتلعب في مكان طبيعي ان اي حد ممكن يصاب ليه ياخده يوم، خصوصا كمان ان علي معلول خلاص ده اخر موسم ليه. بس النادي الاهلي دايما بيعودنا وبيعلمنا ان ازاي ان انا احترم لعيبتي وازاي ان انا اقدر لعيبتي، وخصوصا كمان لو لعيب بحجم واسم علي معلول صفقه من افضل الصفقات، وانا اتكلمت في الموضوع ده اكتر من كذا مره، من افضل الصفقات اللي عملها النادي الاهلي في اخر 20 سنه، من حيث الاداء، من حيث اللعب، من حيث الروح، لدرجه اننا بقينا خلاص حسينا ان علي معلول ابن النادي الاهلي. هو احنا قلنا الكلمه دي ليه علي معلول ابن النادي الاهلي؟ لان دايما روح النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي يعني متعودين على الحماس، متعودين على الروح، متعودين على حاله الحب اللي ما بيننا وبين بعض وبين اللعيبه وبين الجهاز الفني ومجلس الاداره. الحاجات دي كلها ساعدت علي معلول ان هو يعمل تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي. بتمنى ان برضو في نص الملعب مش عارفين طبعا مين هيلعب مكان علي معلول، بتوقع كريم فؤاد ان هو اللي هيلعب لان هو اخر واحد شارك في المباراه. عندك برضو مروان عطيه، عندك اكرم توفيق، عندك حلول كتيره جدا، عندك عوده احمد عبد القادر. نتمنى ان حسين الشحات برضو يرجع، يبقى المباراه اللي جايه دي حسين الشحات هو اللي يخلص المباراه. بيرسي تاو من اللعيبه الكويسه جدا، ولما بيفوق بيفرق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي على فكره، وده اللي انا دايما بقوله، لان هو الحاجه الوحيد اللعيب اللي عنده حلول كتيره جدا، من ناحيه سرعات، من ناحيه احتكاك، من ناحيه وقفته على الكوره، من ناحيه ايجابيته على المرمى، تسديد الكروسات بتاعته، المهاره بتاعته واحد ضد واحد، السرعه بتاعته. اتمنى ان بيرسي تاو يرجع، عايزين بس بيرسي تاو ال 90 دقيقه دي، عايزه 90 دقيقه، انا عايزه 90 دقيقه يقاتل لاخر لحظه، لان هو فعلا الوحيد اللي يكسبك، وهو الوحيد اللي يقدر ينقلك من الجزء الدفاعي للهجومي. عندك تقدر تباصي عليه، عنده حلول كتيره جدا، وعنده المهاره ان يخليك في نص ملعب الترجي. طبعا هتلاقوا استفزازات من لعيبه نادي الترجي لان هو برده جاي عنده امل. اتمنى برده الحته الدفاعيه من اول مصطفى شوبير مع عبد المنعم مع رامي ربيعه مع محمد هاني مع كريم فؤاد لو هيشارك، واعتقد ان كريم فؤاد هو اللي هيشارك. يا جماعه المباراه دي عايزه 11 راجل، ما ينفعش البطوله دي تخرج من القاهره، انت في وسط جماهيرك، في وسط اعلامك. يا جماعه ده الواحد والله العظيم نفسي ارجع اشوف الجمهور ده تاني، نفسي ارجع لحظه بس، انا مستني، نفسي في ثانيه انزل بس الجمهور ده وانا في الملعب وهو موجود في الاستاد. فطبعا مباراه هتلاقي ضغط عصبي، لازم اللعيبه اللي بره تبقى مركزه، لان انت في لحظه ممكن تنزل تفرق، وارد ان ممكن يلعب قفشه
ما اعرفش مستر كولر بيفكر فيه. وارد ان ممكن احمد عبد القادر لو في حالته يلعب، بس انا اعتقد ان حسين الشحات هو الوحيد يعني هيلعب المباراه دي. عندك امام عاشور. امام عاشور طبعا المباراه اللي فاتت ما ظهرش بالمستوى المتوقع، بس حاله اللعيبه نفسها ما كانتش في مستواها، وخصوصا كمان بعد اصابه علي معلول اربكت الدنيا. بتمنى ان امام عاشور، انت بقى نجم، وانت زي ما بيتقال كده، الفتى المدلل لعيب النادي الاهلي دلوقتي. انت الوحيد اللي بتمسك كوره، وانت الوحيد اللي بتلعب كوره، وانت الوحيد اللي عندك حلول في الحته الهجوميه، من ناحيه التمركز بتاعك، من ناحيه الثقه بتاعتك. عايزين نشوف امام عاشور بقى الماتش اللي جاي ده. انت تعمل تاريخ لنفسك، تعمل روح لنفسك، وتعمل تاريخ ما عملتوش قبل كده. عندك منتخب، عندك حلول كتير جدا في الفتره اللي جايه تخليك رقم واحد بمهاراتك، بمستواك، بثباتك جوه الملعب، بتسديداتك. الماتش اللي فات ما شاء الله شوط، كمل شوط، ما تخافش يا جماعه. ما فيش لعيب بيخاف، وانت عندك امكانيات كويسه جدا. بتمنى ان شاء الله باذن الله تكون في حالتك. بتمنى حاله اللعيبه كلها، سواء جهاز فني من ناحيه تركيز، الجهاز الفني بالكامل، باللعيبه الاحتياطي، باللعيب اللي هيشارك، بالشناوي حتى هيبقى احتياطي. لازم لو حاله الروح دي موجوده ما بينك وبين زمايلك تجيب البطوله. البطوله رجاله، البطوله انت في وسط ملعبك وفي وسط جماهيرك. ايه ده، انت تنزل تموت نفسك 90 دقيقه. قاتل قاتل، موت نفسك، دي ما بتتكررش. تكتب تاريخ لنفسك وتاريخ لحياتك بتعيش عليه. 90 دقيقه موت نفسك، موت عشان الجمهور اللي موجود ده. الجمهور ده ان شاء الله باذن الله ما ينفعش يروح زعلان. باذن الله اللعيبه تبقى رجاله. جمهور النادي الاهلي، انا عايزكم من بدايه المباراه تشجيع. التشجيع اللي في قبل المباراه ده بيخليك تيجي ساعه المباراه بتبقى واستهلكت مع درجه الحراره والجو حر، وهتلاقي ناس رايحه بدري استهلكت، هتلاقي فيه الطاقه بتاعتك نفسها راحت. اتمنى جمهور النادي الاهلي يروح ويشجع زمايله، وحتى لو في اخطاء بلاش عصبيه. انا عارف ان كله مضغوط من ناحيه جماهيريه. شجع لعيبتك، شجع زمايلك، اللعيبه جوه الملعب، شجع زميلك وحفزه. لازم تبقى الروح دي موجوده جوه الملعب. الروح جوه الملعب مع الجمهور هي دي البطوله. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي. بتمنى ان شاء الله باذن الله ان جمهور النادي الاهلي يفرح وتبقى البطوله رقم 12 في تاريخ النادي الاهلي، اللي دايما معودنا ان ساعه الجد بتلاقي لعيبه النادي الاهلي بالجهاز الفني بالجماهير كلهم واحد، كلهم واحد. وهنا انتهت حلقتنا، وانتظرونا باذن الله تعالى بعد مباراه النادي الاهلي والترجي في حلقه جديده من ذا ديفندر. تحياتي ليكم، ابراهيم سعيد.